ما عندكش شهادة جامعية وإلا مازلت ما كملتش قرايتك؟ مش معقول وصلنا 2026 وانت مازلت ما عندكش حتى مهارة تدخل بالك فلوس. وقتاش باش تبقى تايه وما عندك حتى فكرة شو باش تعمل في مستقبلك؟ الوقتاش باش تبقى تستنى شكون يجي ويخرجك من الحالة اللي انت فيها؟ وهذه مشكلة أغلب الشباب الوقتاش باش تقعد تلوم في السيستم والدولة وتسب في زهرك اللي مسكين ما عنده حتى دخل في اللي صاير فيك. وتتفرج في ناس كيفك كانوا في وقت من الأوقات وفي أسوأ حالاتهم وتوا ولاو قدوة. برو ويك اب وحل وذنيك. اي سيرتو مخك. اليوم جيناكم بكنز من المعلومات كان ما تبقوهمش باش تندموا اليوم وغدوة وبعد 5 سنين. لازم تتعلم مهارات أو سكيلز بالنسبة للمتابعين الأنجلوفون. طول الآن مش غدوة الآن. مش غدوة، مش بعد غدوة، مش بعد جمعة. وخاصة كمل الفيديو وما تنساش تشترك في القناة خاطر قررنا نبنيو امبراطورية مع بعض نضم كل الناجحين والمتميزين وخاصة الأثرياء. نرجع موضوعنا. أكيد الكل نعرفوا اللي العالم بدل. قبل كان الواحد يتخرج يلقى خدمة كما نقولوا بالتونسي مسمار في حيط والشهرية يدوب تكملك الشهر. أما اليوم كل شيء تبدل. الشهادة وحدها ما تكفيش وما هيش الوحيدة اللي توصلك للنجاح. الشركات الكبار الكل يبحثوا على ناس عندهم مهارات حقيقية ومهارات تجيب نتيجة. كيف ما شنو؟ البرمجة أو ما يعرف بالبروجرامينج، ويب سايت، AI، تصميم الجرافيك، تعملوا تصميم للمواقع، تعملوا المونتاج بتاع فيديوز، المونتاج بتاع content creation، والتسويق الرقمي اللي هي أهم حاجة. الماركتينج، إدارة الحسابات أكبر من مشاريع، مطاعم، صناع محتوى، فنادق، يعني مختلف المشاريع. الكتابة والمحتوى زادة، كتابة المقالات أونلاين خاصة مع ال AI يعملوا كومبينيزون واو خرافية. وهذا يقودنا إلى تدريس اللغات والعلوم. لو أنت طالب رياضيات أو فيزياء الخيارات عندك كبيرة جدا. المهم أبدأ الآن. الحمد لله في 2026 عندنا فرص ما كانش موجودة قبل. نجم تتعلم أي حاجة من الدار بلاش وإلا بشوية فلوس. اليوم فما وظائف قاعدة تختفي وتتعوض بالآلات. يعني إذا ما عندكش مهارة مميزة ومهارة يصعب تعويضها فأنت الآن في مشكلة كبيرة. أهم حاجة كيفاش نبدأ، منين نبدأ؟ أولا نختار مهارة واحدة، مش 5 ومش 10. حاجة تحبها وتحسها فيها مستقبل. ثانيا ابحث عن مصادر مجانية على الانترنت. يعني عندك يوتيوب، عندك كورس بلاش فور فري، مقالات، واعمل كل يوم ساعة. مش ساعة انك ماكش فاضي، لازمك تلقى الفضوى باش تعملها. ثالثا ما تكتفيش بالمشاهدة، طبق اللي تعلمته. مثلا كنت تتعلم في التصميم صمم شوية أعمال بسيطة. رابعا ابني بورتفوليو. اجمع اعمالك في مكان واحد باش الناس الكل تشوف شنو قادر تعمل. خامسا ابدا جيب فلوس، يعني فريلانسينج. اعرض خدماتك لمعارفك والناس اللي دايره بيك عائلتك ونزلها على مواقع كيما ابور كيما فايفر ولا حتى لينكدين. واخيرا ما نحبش نسمع كلمه ما عنديش وقت. تنجم تخلق الوقت. قلل من السوشيال ميديا، من المسلسلات، استثمر في روحك. ما عنديش فلوس، ثم آلاف الموارد المجانية. يوتيوب وحده كافي باش انك تبدأ. باهي انا كبير باش نتعلم. هذه أكبر كذبة الناس يقولوها لكم. تنجم تتعلم في الأعمار الكل. الفرق الوحيد هو الإرادة والعزيمة. الحقيقة انه المستقبل مش باش يستناك. السوق يتغير، الاقتصاد يتطور، فرص تمشي وتجي. الناس اللي باش ينجحوا في المستقبل هما الناس اللي يتعلموا توا الآن. جايز راه كل يوم يتعدى من حياتكم من غير ما تتعلم فيه حاجة جديدة هو يوم ضايع من مستقبلك. قرر اليوم اختار مهارة، ابدا تعلم والتزم وتفكرنا. ما فوالا. تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وحكيونا في الكومنتات شنو هي المهارات اللي باش تبداو تتعلموها. نلقاكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. يلا باي.